في لحظة معينة كده كل واحد فينا بيقف قدام باب شكله بسيط بس مرعب. باب البداية، وكل بداية وراها نهاية، والنهاية دي هي اللي بتخوفنا. هحكي لكم قصة عن واحد زيي وزيك، كان عايش طول عمره في منطقة الأمان، مش بيعمل حاجة غلط بس مش بيعمل اللي نفسه فيه. عنده حلم، مشروع، خطوة، بس واقف ومش قادر يتحرك. كل يوم يقول لنفسه بكرة، وبكرة لما يجي يقول أصل الظروف لسه ما اتهيأتش، ولما الظروف تتهيأ يلاقي خوف جديد مستنيه. كان بيقول على نفسه عاقل، بس الحقيقة هو كان بيمشي بعقله بس، ودافن قلبه وهو صاحي. الخوف مسيطر عليه، بتملكه. الخوف اللي بيخليك تفكر 1000 مرة وما تتحركش. ده دمار، ده انهيار. لكنه في يوم قرر، بعد ما قلبه تعب من كتر السكون، وقف قدام نفسه وقال: هو ايه أسوأ حاجة ممكن تحصل لي؟ اني افشل؟ طب ما أنا دلوقتي بفشل وانا واقف مكاني. مسك الباب وايده بترتعش وقلبه بيدق اسرع من تفكيره، والخوف صوته عالي. بس رغم كل ده فتح الباب، واول ما فتحه اكتشف ان 90% من الرعب اللي كان جواه كان في دماغه بس، وان الخطوه الاولى هي اصعب خطوه. بس بعدها الدنيا بتلين، الطريق بيبان، والقلب بيتنفس من جديد. اكتشف ان البدايه مش محتاجه شجاعه خارقه، ولا ظروف كامله، ولا استعداد كامل. كل اللي محتاجه جراءه. ثانيه واحده بس، ثانيه واحده بس تقول فيها لنفسك: انا هبدا ومش هسمح للخوف يتحكم فيا. الخوف مش هيمشي من غير ما تتحرك. الخوف مش عدوك، الخوف دليل ان اللي قدامك يستاهل. الكبير مش اللي ما بيخافش، الكبير اللي بيتحرك وهو خايف. لو عندك باب واقف قدامك افتحه، حتى لو ايدك بترتعش، حتى لو صوتك بيتهز، لان اول خطوة ممكن تغير حياتك كلها. وما تنساش، اللي بيبدأ بيكسب، واللي بيقف مكانه بيضيع.